السلام عليكم. لاي واحد بغى يبدا المشروع ديال التطويرات غادي نبارطاجي معكم الارباح وشنو غادي خصك دير، ولكن قبل ديجا كنت وريتكم واحد الكاروسيت كاينين عندي كانوا مبيضين وكانوا قريب يخرجوا، ولكن لحد الان بان لي ما خرجوا والو. داكشي علاش يلاه نشوفوا المشكل اللي ما خلاهمش يخرجوا. في الاول كانوا 4 ديال البيضات ودابا بان لي تزادوا ولاو 9 ديال البيضات. كيفاش داروا ليها الله اعلم. دابا غادي نشوفوا البيض واش مخصب اولا الفريكسات اللي كانوا فيهم مشاو تما. دابا غنجيبوا البوله، غنجيبوا بيضه. مع الاسف شوفوا واش كيبان لكم البيض راه ما مخصبش، البيض بقى كيف ما هو ما مخصبش. هذه راه فيها ولد، ولكن ما عرفتش انا شنو السبب اللي خلاه ما يخرجش. شوف دابا هذا فيه العروق، شوف الاخوان عامر بالعروق، يعني راه كاين فيه ولد ولكن علاش ما خرجش الله اعلم. لان البيضه دابا خسرت الحمد لله. هذه راه مخصبه شفتوها، هما العروق بداو فيها. ولكن حنا باش ما نفرشوا لنا البيض غادي نردوا داكشي كيف ما هما غادي يعرفوا كيفاش يخرجوا داكشي. سيداتي ساداتي، دابا غادي نبارطاجي معكم واش فريمون الارباح كاينين في التطويرات اولا ما كاينينش، واش فيهم ارباح كبيره اولا ارباح صغيره. حاليا في هذا الوقت هذا كيبقاو يبيضوا الفريخات وكيبقاو يولدوا. بالنسبه للوليدات حاليا ديال الكالوبسيت دايرين تقريبا بين 150 درهم حتى ل 200 درهم على حسب الماركه اللي كاينه عندك. بين قوسين كندوي على الكالوبسيت. سوق الحد ديال اكادير نفس الثمن اللي قلت لكم هو باش كيتباع، ولكن باش تجنب من ديك الاثمنه ديال 150 درهم اولا 200 درهم، يعني لما كانت مقنعاك يمكن لك تدريسيهم. وبالنسبه للدريساج على حسب الدريساج اللي كاين عندك انت، يعني انت واللي علمتي داك الطير كان اللي كيوصل لك 600 درهم، كان اللي كيوصل لك 1000، كان اللي كيوصل لك حتى 1500 درهم على حسب الدريساج اللي دريسيتي به التطوير ديالك. واحسن دريساج اللي عزيز عليا انا هو ديال الطيران الحر. ديجا كنت دريسيت انا واحد الفريخ اللي كنت سميتو بوبي، ولكن مع كامل الاسف كان مشى ليا لانني كنت سافرت وخليته في الدار، وكان جا اسامه بدا كيلعب معاه، ولكن في الاخير طار ليه وهرب. مع العلم كنت انايا راه غادي يطير شاعيه وغادي يرجع عندي، ولكن مع اسامه ما كيعرفوش ذهب ولم يعد. ولكن ماشي مشكل، قدر الله ما شاء فعل. غادي نعاودوا ان شاء الله ندريسيو شي طوير اخر، شويه ديال الكاروبسيت او ديال ليزانس او شي ديال الكناري. وانا في هذا القفز راه كنربي الكناري وكتمربي حتى المقنين وكتمربي الكاروبسيت وكتمربي حتى البيروج، ولكن حاليا حيدت كلشي وخليت غير الكاروبسيت هو اللي عزيز عليا. اما المقنين الاولى ديالو بوحده المقنين مخلينا ابار، لان راه ما كاينش شي واحد غادي يوصل ليه في الطيور نهائيا. انا ما كندويش على الثمن اللي واصل ليه المقنين، وانما كندوي انايا على الولاعه، لان المقنين راه ما كاينش شي طير اللي غادي يشد بلاصتو نهائيا. نرجعوا للكاروبسيت والارباح ديالو. الكاروبسيت اللهم بارك مقارنه بالبيروش، راه البيروش كياكل اكثر من الكاروبسيت، مع العلم ان البيروش راه صغر من الكاروبسيت، ولكن سبحان الله العظيم البيروش كياكل بزاف مقارنه بالكالوبسيت. اللهم بارك عمرت اليوم تقريبا 2 سيمانات، هذه هي 2 سيمانات اللهم بارك باقا عامره، يعني راه اقتصادي لاقصى درجه. بالنسبه لكل كوبله وحده شحال كتحط من البيض، كاين اللي كتحط 5، كاين اللي كتحط 6، كاين اللي كتحط 4، كاين اللي كتحط 3 على حسب، وغالبا كتحط 6 ولكن كيخرجوا 5، وكاين اللي كتخرج حتى 6 اللهم بارك.